قبل ما تبدا مشروعك انت محتاج تسال نفسك 3 اسئله مهمين جدا، وبعد ما هتجاوب على ال3 اسئله اللي احنا هنقولهم لك هتلاقي ان الموضوع مش معقد بشكل كبير جدا. اول سؤال محتاج تساله هي ايه المشكله اللي المشروع بتاعي ده هيحلها؟ لان لو مفيش مشكله ومشروعك ده مش بيقدم حل ليها فبالتالي ملهاش لازمه انك تفتح مشروع اصلا. وبما ان في مشكله وانت بتقدم حل فاذا الحل ده هيتقدم لحد معين، والحد المعين ده اللي هنسميه في كل الفيديوز بتاعتنا هو التارجت اودينس او الجمهور المستهدف بتاعك. والسؤال التاني ده هنخرج منه اسئله صغيره تانية زي مثلا هو بيحتاج ايه، طب هنلاقيه فين، واهم سؤال هو بيفكر ازاي. وبعدين نبدا نفكر بشكل مختلف خالص، هو احنا ازاي نجيب اول 10 عملاء لينا؟ بص انت مش محتاج تجيب اكتر من 10 كلاينت للمشروع بتاعك، والكلاينت دول يستحسن يبقى خارج منهم الناس قرايبك واللي هيجيبوا علشانك، وتبدا تفكر ازاي ال10 دول يبقوا موجودين. مجرد ما هنجيب 10 هنحط بلان ان احنا نجيب 20 و30 لحد ما توصل انك تجيب ل 100 مشترك للخدمه بتاعتك او 100 شخص هيشتروا المنتج بتاعك. وعلشان تعمل ده فانت محتاج تفكر بشكل مختلف عن ما يفكره الاخرون. يعني مثلا ما تفكرش في فكره انك تروح ترمي فلوس في الاعلانات، لان مش ده منطقي الا لو الاعلانات بتاعتك الهدف الاساسي بتاعها انك توصل لاكبر عدد من الناس، توريهم الفكره بتاعتك اللي انت متاكد انها تعجبهم. ساعتها اقدر اقول لك ان الاعلانات فلوس كويس. وعموما يعني احنا اوقات كتيره جدا بنسال نفسنا شويه اسئله ملهاش اجابات، زي مثلا هي الناس ما اشترتش مني ليه؟ هو انا سعري غالي؟ طب هم مش واثقين فيا؟ طب انا لو قللت السعر كده هروح لكاتيجوري مختلف، ولا ازود السعر علشان اروح للجمهور الصفوه اللي في المجتمع اللي معاهم فلوس؟ طب اوصل لل100,000 ازاي؟ ابيع 10 حاجات ولا ابيع 5 حاجات بسعر غالي؟ كلها اسئله بتبقى موجوده في دماغنا وما بنلاقيش ليها اجابه واضحه وصريحه غير لما نبدا بايدينا. وملخص الفيديو ده انك محتاج انك تبدا ومحتاج تشتغل على نفسك بشكل كبير جدا. وعلى فكره ده بنسبه كبيره جدا ده اللي احنا عملناه في يلا جرو. احنا لحد دلوقتي بنتعلم ونشوف بايدينا وبنشتغل ازاي، ومع اي كلاينت بنشتغل معاه دايما بيبقى عندنا في دماغنا ان احنا بنجرب وبنتست عشان نوصل لنتائج. والكلاينت اللي بيحقق معانا نتيجه بيبقى مبسوط اكتر من ان هي نتيجه متحققه بفكره مختلفه عن انها نتيجه وخلاص. وكمان على المستوى الشخصي انت محتاج تبدا تفكر بالاسلوب ده، محتاج تسال نفسك الاسئله دي بشكل واضح لانك مشروع نفسك. فانت محتاج اصلا تعامل نفسك كمشروع، محتاج تقومه وبعدين تبدا تفكر في المشروع اللي انت عايز تنفذه. فلو قدرت تجاوب على الاسئله دي على مشروعك انت كبني ادم هيبقى بمنتهى السهوله جدا انك تعرف تجاوب على الاسئله دي للمشروع اللي في دماغك وتنفذه على ارض الواقع. واخر حاجه بقى هي التولز اللي ممكن تساعدك. بص شات جي بي تي او الاي اي من الحاجات المهمه جدا اللي ممكن تدردش معاها وتطلع منها افكار واجابه للاسئله دي، بس الحته بتاعت التارجت اودينس هيطلعها لك بشكل نظري، واحنا مش عايزين الموضوع النظري ده. احنا محتاجين نخليه تجربه عمليه، تبيع مثلا ل10 اشخاص، ال10 دول تبدا تفكر فيهم هم اشتروا ليه، ايه الحاجات اللي عجبتهم فتزودها، فتبدا تشوف ال10 اللي بعديهم هيطلعوا لك نفس الحاجه. اذا يبقى انت عندك 20 شخص اشتروا منك معجبين بحاجه عندك انت بتقدمها. ممكن يكون السعر، الكواليتي، التغليف، توصيل بسرعه، اي حاجه من الحاجات دي كلها. ومن التولز المهمه اللي انت ممكن تستعين بيها هي الورقه والقلم. حته ان يبقى معاك ورقه وقلم كده وبتكتب بتكتب كل اللي في دماغك وتنسقه، وده حاجه مهمه جدا. انا شخصيا كنت بستخدم النوت بتاعتي دي لفتره كبيره جدا ودايما ببقى بشخبط فيها، يعني بحاول على قد ما اقدر انها تبقى منظمه بس ما فيش فايده، كلها حاجات شخابيط شبه كده. ولكن في الاخر بعد ما اخلص الشخابيط دي بكتب النقط المهمه بشكل كده منظم وبخط واضح عن القلم الرصاص علشان ابقى مغذي عقلي بالفاينل النهائي بعد الشخبطه اللي انا قعدت اعملها دي. ولكن مؤخرا بصراحه بالنسبه للحاجات بتاعه الشغل فبقيت استخدم الجورنال بتاع ستارت اب، انتوا هتلاقوني بعمل عنه فيديوز يعني قديمه، لان هو بيديني حته الورق الفاضي. مثلا انا هنا مثلا كاتب ايه البرودكت اصلا اللي انا عايز اقدمها في المشروع بتاعي، فانا مثلا بقسم فيها الحاجه. بس انا هنا بحاول على قد ما اقدر ان انا اكتب الفاينل، يعني بعد ما بطلع كل شخبطه هنا واقعد اشخبط يمين وشمال بحط الحاجه النهائيه، مثلا البرودكت النهائي اللي انا عايز اشتغل عليه هنا، علشان هنا بتبقى البلان الكامله لما بعد البرودكت. يعني مثلا هنا خلاص انا المفروض الصفحه اللي بعد كده اكتب ايه المنتج. يعني هوريكم مثلا مثال، هنا انا كاتب ايه الوصف بالظبط بتاع يلا جرو. الوصف ده الكم 3 4 سطور دول اتكتبوا بعد صفحات من الشخبطه هنا، ان انا هل احنا كذا ولا احنا كذا، طب احنا بنحل المشكله دي ولا بنحل المشكله دي، طب احنا بنحل للناس عن نخليهم يعملوا بورتفوليو ولا احنا بنديهم علم علشان يعرفوا يروحوا يجيبوا كلاينت، طب احنا بنديهم سعر رخيص ولا هنديهم كواليتي، هنديهم ماتيريال متجدده ولا هو سيشن ويتقفلوا. كل دي حاجات احنا بنعالجها مثلا عندنا، ولكن ان احنا بقى نطلع وصف ده في كام سطر كان هو ده التحدي. فبعد الشخبطه الكتير كتبت ده. فدي برضو حاجه مهمه من التولز اللي لازم تبقى موجوده معاك، فكره الورقه والقلم. اخر حاجه بقى مهمه
مهم جدا جدا انك تفكر فيها باستيعابك وبشكل كامل هي ان انت ما تستسلمش. وانا عارف ان الكلام ده اتقال كتير في فيديوز كتيره جدا من ناس كتير، وهو في الحقيقه مهم وهيفضل يتقال طول العمر. الاستسلام او الزهق او الخمول او تحس ان الموضوع ما جابش نتيجه ده بدايه النجاح، فالمفروض ان انت يتخطاها يا اما تفضل في المكان اللي انت فيه. يعني لما تبدا مشروعك وما تبيعش او تفشل او بلاش نقول الكلمه دي بس بتبقى غير موفق، هذه اللحظه انت محتاج تعمل ايه؟ محتاج بمنتهى البساطه تبدا تسال نفسك هو انا ما وفقتش ليه؟ ايه الحاجات اللي كانت ناقصاني؟ تبدا تلاقي حاجات كتيره جدا وتبدا انك تحاول انك تنجح فيه. مؤخرا كان ممكن البيزنس يقف علشان ما فيش فلوس، مفيش فلوس تتصرف على التسويق بتاعه، ولكن بما ان ما فيش فلوس فمعنى كده انك بنسبه كبيره عندك وقت. لو عندك وقت وما عندكش فلوس فالوقت كفايه انه يساعدك انك تسوق ليه، وهتلاقي فيه افكار كتيره جدا انك تنزل على جروبس وحاجات زي كده. فملخص النقطه الاخيره ان انا مش عايزك تيأس لما ما تحققش النتائج اللي في دماغك، وتعرف ان اي نتيجه محتاجه انك تبني لها حاجات كتيره جدا 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 علشان تاخد النتيجه بتاعتها بشكل واضح. بس كده، فان شاء الله ننتظركم في فيديو قادم نتكلم عن الحاجات دي بقى كلها بتفاصيل اكتر. مع السلامه.